واخيرا عرفنا السبب ورا ان الانسان ساعات ممكن يصحى من النوم الصبح يحس ان هو تقلان متضايق مش قادر يبدا اليوم، عمال يفتكر في افكار سخيفه، غمامه كده من المشاعر السلبيه عماله تنزل عليه. وفي منا اللي بيعرف يقاوح ويزق ويقوم، وفي منا اللي ما بيعرفش. في منا اللي بيبدا يومه همدان وتقلان وحاسس انه عطلان، مجرد روبوت كده عمال بيكرر في حركات روتينيه من غير شعور حقيقي بالسعاده او بالمعنى او بانه حتى راضي. سبب الموضوع ده هو ان احنا سبحان الله لما بنصحى من النوم الصبح ربنا مهيئ جسمنا انه ياخد جرعة كورتيزول محترمة مناسبة ليك علشان تبدأ اليوم. عارف الهمة دي دوسة البنزين بتاعت العربية، الدفع ده الكورتيزول. فالكورتيزول وظيفته انه يقومك ويخليك تبدأ اليوم، ولكن لو انت زينا كلنا كده عندك قدر من الضغط النفسي، فطبيعي ان الكورتيزول ده كمان يروح خابط في السلك ده ويروح مطلع لك بعض المشاعر بالهم والحزن والزعل. حل الموضوع ده ان احنا نرجع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ونشوف هو كان بيعمل ايه، وهو كان شايل هم الأمة دي كلها على كتافه. انا عايزة منك دقيقة واحدة بس، لما تصحى قبل ما تحط رجلك على الأرض انزل كده، يعني نزل رجليك واقعد على السرير وقول الدعاء ده: الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور. نعمة ان احنا صحينا من النوم، وتذكر النعمة دي وكل النعم اللي حوالينا ده المضاد الحيوي بتاع الاكتئاب والزعل والحزن والهم. إلى جانب بقى كمان آية بفكر نفسي وبفكرك بيها في سورة الأنعام، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اظبط بقى كده معايا بوصلة قلبك وعقلك، انت هنا بتعمل ايه؟ كل حاجة هتعملها النهاردة ممكن تكون سبب ان ميزان حسناتك يزيد. رايح الشغل حاول تكسب بالحلال، بتجري على ولادك وتربيهم وترعيهم وتاخدي بالك منهم، بنعمل كل ده ليه؟ لله رب العالمين. جرب وشوف الفرق ما بين ان انت لما تبدأ اليوم بتساعد مخك وتوجهه ناحية اللي هيخدمك، وبين ان انت تسيب دماغك هي اللي توجهك وتمشيك.